السبرتاية، والناس اللي كانت بتسألني على السبرتاية بتاع القهوة وكنك القهوة اللي هي زورها صغير في السعودية اهي يا جماعة صورتها لكم. السبرتاية بتبدأ من 45 لحد 80 ريال، والكنكة المنقوشة هقول لكم السعر 30. دكان البلد يا جماعة حي المروج الجزء الثاني على كحك العيد الصعيدي، أي كرتونة على 15 ريال. مكسرات سحلب، الكنكات اللي الناس كانت بتسألني عليها مزور ضيق، الكنكة بتبدأ من 30 35. السبرتاية بتبدأ من 85 لحد 80 ريال. شاي العروسة، كافيه ميكس، بن العميد، ابن شاهين، حاجات حلوة جدا. الناس اللي ما اشتركتش تشترك وتيجي بسرعة تحط اللايك وتحط لي تعليق حلو كده منكم عشان ننتشر في كل مكان. اهم حاجه الاشتراك واللايك. تعالوا نبدا كده يا جماعه، اقول لكم عاملين ايه يا حبايب قلب سما، يا رب تكونوا بخير. يا جماعه بن شاهين على 20، وبن العميد على 25. حاجات حلوه جدا يا جماعه، يا رب تكون الحاجه حلوه وتعجبكم. الناس اللي بتحب الحاجات دي وأي حاجة من دي على 10 ريال. المرمرية، الشاي الأخضر، الجنزبيل، الليمون، كل حاجة من دي على 15 ريال. الكنكات يا جماعة السادة، أي كنكة سادة أي مقاس 30 ريال. الكنكات المنقوشة أي كنكة حجم أي حجم 35 ريال. اللي هي زور هدايا يا جماعة، على فكرة دي مش بنلاقيها هنا بسهولة في السعودية، بأمانة ربنا مش بنلاقيها هنا بسهولة خالص. أنا عن نفسي أول ما لقيتها خطفت واحدة، أنا عن نفسي بدوخ عليها مش بلاقيها. الكنكات دي يا جماعة صراحة بنشتاق لها جدا هنا في السعودية. الكنكة اللي هي زورها ضيق شوية، زورها صغير. تمام. أي كنكة من دي السادة أي حجم على 30، المنقوشة على 35 طبعا. وأنا شفتك أهو ما حطيتش لايك ولا اشتركت في القناة برضو. تمام. شجعونا بقى يا جماعة عشان ننتشر والناس كلها تعرف سما أشرف، سما أشرف. يعني ليل نهار تحلموا كده تقولوا سما أشرف سما أشرف. تمام. دي الكنكة يا جماعة اللي بقولكوا عليها اللي هي زورها صغير. يا رب تكون عجبتكم. برضو فيها يا جماعة حاجات حلوة جدا هتعجبكم. الكحك في السمسمية، في بصوا حاجات حلوة جدا وأسعارها ممتازة. دكان البلد حي المروج يا جماعة، هنا أي كيس سحلب، قصدي التمر الهندي، ما برضو مصورلكوا السحلب ما تقلقوش. هنا الخروب 7 ريال، التمر الهندي 7 ريال. عندكوا سحلب عمان على 15 ريال اللي هي العلبة دي بالمكسرات، وفي سحلب تاني ب7 ريال. بصوا يا جماعة الحاجات دي حلوة جدا، منتجات حلوة جدا. يعني الخروب 7، التمر الهندي 7، البرطمان السحلب ده على 15 ريال اللي هو بالمكسرات. في واحد تاني برضو دلوقتي هتشوفوه ب7 ريال برضو اللي هو زي كده، هو ده برضو ده ب7 ريال. على فكرة الحجم بتاعه كبير مش صغير. انا بشوف اكياس تانية صغيرة بس ده حجمه كويس يعني حجمه حلو. على 7 ريال مش وحش، حجمه حلو جدا. هنا برضو السوبيا يا جماعة دي اتفرجوا بس عليها في السوبيا. المهم بقول له بصارة امسك معايا كده يا بصارة، قال لي تمام. راحت الكرتونة رشقت في دماغه رشقة. قال اديني مسكت، ادي اللي استفدته منك. قلت له معلش يا بصارة حقك عليا. ب20 ريال يا جماعة الكرتونة من دي تقريبا كانت، لا كانت 23 ريال. الكرتونة البتاع دي اسمه ايه يا جماعة؟ السوبيا. السوبيا انا عن نفسي ما بحبهاش. تمام. انا صراحة مش من عشان السوبيا. هنا بقى يا جماعة اي مخللات، في حاجات جدا اسعارها حلوة جدا. وعندكم برضو الورق العنب الكيلو على 25 ريال، وعندكم مخللات حلوة جدا هقول لكم اسعارها حالا. المخللات يا جماعة بتبدأ من 18 ريال، اعلى كيلو في المخللات دي عامل 20 ريال. اعلى كيلو يعني اغلى كيلو عامل 20 ريال. يعني في ب 18، وفي حاجات تقريبا ب 13، وفي ب 12، وفي ب 20 ريال. وعندك ورق العنب زي ما قلت لكم ب 25 ريال ورق العنب. والفلفل الشطه ده يا جماعه المخلل ده الفلفل ده تحفه. انا ندمت ان انا ما خدتش منه كيلو، وانا خدت منه نص كيلو بس. تحفه التحف يا جماعه بجد، الفلفل ده حلو قوي. والمخللات بتاعتهم حلوه. وعندكم المستردة قلت لكم ساعتها البسطرمه على 100، البسطرمة على 100 بره بتبقى ب145 وب100 وشوية. هنا كرتونة البيض على 26 ريال. تمام. 26 ريال. البلح يا جماعة البلح التحفة ده الكيلو على 24 ريال. أنا من عشاقين البلح الأسواني طبعا، أنا كنت بستنى رمضان بفارغ الصبر عشان آكل البلح المرمش ده. أنا من عشاقين البلح المرمش يا جماعة، بحبه جدا. وهنا جميع التوابل، الهيل، كل أنواع التوابل، فلفل أسود، بابريكا. الناس اللي بتحب التوابل طبعا عندكم كيس القرفة هنا ب5 ريال. في حاجات حلوة جدا طبعا. كل المنتجات المصرية موجودة في دكان البلد. انتوا بتقولوا ايه يا جماعة؟ انتوا لسه هتتكلموا؟ شدوا الرحالة. هنا ده يا جماعة الكيلو كان عامل 10 ريال.
الفريك طبعا. شدوا الرحالة يا جماعة وروحوا شوفوا هتجيبوا منين، من المكان اللي يعجبوا تجيبوا منه طبعا. انتوا بتقولوا ايه؟ احنا لسه هنحكي في المحكي، انتوا اتفرجوا وشوفوا انتوا الحاجات دي بقى، الفاصوليا والبسلة، وهنا بقى الفيجيتار والمكسرات والحاجات الحلوة دي. انا من عشان الفيجيتار يا جماعه، بالذات ابو شطه، تمام، عشان ابو صار ما بيحبش الشطه، انا بجيبه عندن بقى وخلاص، هو ياكل على كيفه، مش كيف ان احنا بنوكلهم وبنشربهم، ده هرينا. يلا الحمد لله، ربنا يديمها علينا نعمه وصحه. ايه رايكم يا جماعه في حاجات هنا فلفل ابيض، وفي حاجات كده بتبدا من 9 ريال لحد 12 ريال، اللي هي التوابل اللي هي بتبقى في العلبه دي. تمام، التوابل اللي بيبقى الشيفات معظمها بيتكلموا عليها، فهم بيعملوا الطبخ بيقولك البهارات دي بتاع كذا والبهارات دي بتاع ايه، بتبقى حلوه. هنا ام علي يا جماعه عامله كام بقى؟ تخيلوا، عامله 6 ريال من العرض، من 10 في العرض 6 ريال البسبوسه، او ام علي او اي انواع المكسرات عامله 6 ريال في العرض. اي زي ما قلت لكم كده 6 ريال، اي نوع مكسرات في العرض 6 ريال من 10 ريال في العرض. تمام، خليكم فاكرين بعد كده، ما تجوش بقى بعد كده لما تروحوا تقولوا لي انت قلت لي الاسعار دي، طب انا قلت لكم في العرض، خلي بالكم يعني في العرض. هنا بقى دخلت على الحاجات الحلوه اللي جايه دي، اي 3 اكياس من دول يا جماعه، اللي هو التايجر، هو اللي اسمه ايه يا جماعه ده؟ استنى افتكر لكم. التايجر يا جماعه، اي 3 شكلي ب10، حلوين جدا. عن نفسي انا ربنا خدت ال3. بصوا ابو ساره عارفه كان بيبص لي من فوق لتحت عايز يقول لي ايه ما تخلصي، والله العظيم اغزك دلوقتي. وانا عامله نفسي عبيطه خالص، ورحت كمان غصته اكتر. هنا زي ما قلت لكم اي نوع بسكوت من ده، بسكوت الصعيدي، اي كرتونه على 15 ريال، اي كرتونه على 15 ريال. بسكوت بقى بالمكسرات، بسكوت بالعجوه، زي ما انتوا بتحبوا اي نوع، قصدي الكحك يا جماعه. بص بقول لكم بسكوت، فكروني يا جماعه، قولوا لي ده كحك يا ام سما، انت بتحبوا ولا ايه؟ مش عارفه والله يا جماعه، لا يمدي مالي. يلا الحمد لله. ابو ساره اصلا مأثر على نفسيتي اليومين دول شويه خالص يعني، بما فيه الكفايه. هنا بقى العسليه الحمصيه والعسليه ب6 ريال. وعندكم حمص البشبيشي، حمص البشبيش يا جماعة 15 ريال. تمام، يعني الناس اللي بتحب العسلية ب6 ريال، والناس اللي بتحب الحمص الشفتيشي ده ولا اسمه اسمه البشبيش ولا اسمه يا جماعة ب15 ريال. اه يعني انا قاعدة اضحك دلوقتي والله العظيم، ابو سلمى مش سايبني في حالي. تعالوا بقى نشوف العصير الفيتراك يا جماعة ب27، أي نوع عصير فيتراك على 27 ريال. وأي كيس عصير من اللي فوق ده اللي هو اسمه ايه يا جماعة؟ فروتو، 15 ريال كيس الفروتو 15 ريال. تمام، أي نوع عصير انتوا بتحبوه بقى على 27، والكيس اللي فوق على 15 ريال. والمشبك يا حبايبي، فين الناس اللي بتحب المشبك تحط لايك والاشتراك؟ المشبك ب18، انا من عشان المشبك. الناس اللي بتقول لي انا بحب المشبك تحط اللايك يلا بسرعه وتقول انا بحب المشبك. 18 ريال يا جماعه، لفه المشبك على 18 ريال. بصوا يا جماعه، انا وقفت كده على جنب ولقيت ابو ساره وشه وعيني بتحمر وتخضر، بيقول لي مش كفايه بقى، ده احنا مالينا العربيه. قلت له بالهداوه يا ابو ساره، هو انا بطلع كل يوم؟ اديني فرصتي. هنا يا جماعه الاتنين نواعم كانوا الاتنين عاملين 10 ريال، العلبه كانت عامله 5 ريال، الاتنين على 10 ريال. حلوه جدا طبعا، بسكوت نواعم ما فيش حد ما طلعش على بسكوت نواعم. وعندكم الحاجات اللي كنا بنحب الاسبوع يجي لنا عشان ناكل البيض الصغنون، الكور الصغنونه دي يا جماعه. تمام، عارفينها، ايوه هي دي، كنت بموت في السوق عشانها. هنا العلبه دي كانت على 17 ريال، وفي علبه تانية على 5 ريال. هوريها لكم ده انا كنت من عشرين الحلويات دي يا جماعه، بحبها جدا. هي اسمها ايه؟ الناس اللي تعرفها بجد انا ناسيه اسمها. تمام، دي كام؟ زي ما قلت لكم في ب5 ريال، اللي هي الحجم الاصغر شويه. طبعا هنا الشيبسيات، ودي يا جماعة شوكولاتة ريو 3 ب5 ريال، 3 شوكولاتة ريو على 5 ريال ال3. وفي برضو في 2 ب3 ريال برضو دلوقتي. والنوتيلا حلوة جدا طبعا، في واحد ب16 ريال. النوتيلا يا جماعة الكبيرة ب27 والصغيرة ب13، مش ب16، الكبيرة ب27 والصغيرة على 13 ريال. تمام، دول الاتنين ب3 ريال يا جماعة، الاتنين ب3 ريال. الشوكولاتة دي انا خدت صراحة، الشوكولاتة دي عجبتني خالص خالص خالص. دي شوكولاتة ميلكا يا جماعة، ال3 بريالين، شوكولاتة ميلكا ال3 حبات على ريالين. ده يا جماعة برضو في شيبسي هنا برينجل الامريكاني على 10 ريال، اهو يا جماعة دي ب10 ريال، حلوة جدا برضو. انا بحب الشيبسي ده جدا، انا بحبه عشان خاطر العلبة العلبة انا بحبه جدا عشان خاطر العلبة والشنب ده. تمام، والله بحب الشنب قوي من عشان الشناب. تمام، زي ما قلت لكم النتيلا على 13 ريال وب27 ريال، الصغيرة طبعا ب13. هنا طبعا زي ما انتم شايفين كده ان انواع الشوكولاتات كلها عليها عروض،
عليها عروض. الناس اللي بتحب الشوكولاتات زي ما قلت لكم دي التلاتة ب5 ريال، حلوه جدا برضه واسعارها كويسه للناس اللي بتحب الشوكولاتات. انا عن نفسي ماليش في الشوكولاته قوي عشان تحس كده ايه بعطش كتير وبفضل اشرب ميه كتير 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 كتير. في ناس بتموت في الشوكولاته، انا ليا صاحبتي ام حمزه حبيبه قلبي بتموت في الشوكولاته، عشق السنين الشوكولاته بتاعتها. هنا السبرتايه اهي، السبرتايه بتبدا من اول 45 لحد 80 ريال. السبرتايه بتاعت القهوه بتبدا من اول 45 ريال لحد 80 ريال. الناس اللي بتحب السبرتايه، انا اول ما ام حمزه شافتها في الفيديو تاني يوم لقيتها راحت تجيب ايه، جابت كنكه وجابت سبرتايه. هي بتحب تموت في الحاجات دي. واقول لكم استنوا في فيديو جديد وتنسوش اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلصنا تصوير من دكان بلدي حي المروج، وجبت بقى شويبس بقى عشق السنين يا جماعه، ما صدقتش لما لقيته. الناس بقى اللي بتشوفنا من على الفيس تحط ايه المتابعه، واللي من تشوفنا من اليوتيوب حطوا باشتراك. يلا السلام عليكم.